كام سنة ضايعة مش مبسوطة، لأن كل اللي عندها عيب بتخبيه مني ودي بتقلقني يعني. داخلة في 19 سنة أهو، أنا من ليل مع ربنا. كنت فرحانة أول ما كنت الشغل الأورام وجيب عيال، وزعلت بالأكتر من الشغل. أنا اتأخرت أوي. حاسة إن التوعية مفيدة؟ طبعا. بتفيد في إيه؟ بتفيد إنك تلحق الحاجة من الأول. الحالة جت من 2000 في نهاية 11 2016، وكنا يعني كانت هي جت قبليها بحوالي 6 شهور، كان بتعاني من أورام ليفية متعددة، وكان نزيف وآلام في البطن وأنيميا ونقل دم متكرر، وطبعا احساسها انها كانت نفسها تبقى ام برغم انها كبرت وعدت الاربعينات كان بيخليها انها تواجه المشاكل دي وعاوزه حفاظا على الرحم. عدت السنوات مفيش فرصه للامومه لانها كل الموضوع انها حملت مره واحده من زواج سابق واجهضت وعند 26 اسبوع. احيانا بيسموه ولاده مبكره لكن في العرف بيسموه اجهاض يعني عند 26 اسبوع. حست ان حلم الامومه بيراودها، مش قادره انها تواجه مشكلتها، وخصوصا لما عرفت ان لابد انها تستأصل الرحم. بدات تتهرب وبدات الرحم يكبر وعدد الاورام يزيد، وبقت المشكله اكبر. في تحديات للجراحه، ازاي بدل ما تبقى جراحه بسيطه جرح بسيط او عمليه بالمنظار بدات هتبقى جراحه وجراحه طوليه واستكشافيه، وعدد الاورام وضخامتها والتعامل مع التصاقات كانت موجوده. بالتاكيد لازم كنا نوعي الجسم ان احنا بنطلع الاورام بالتدريج عشان ما يحصلش مشكله في الدوره الدمويه اثناء التخدير وتخش بهبوط مفاجئ نلاقي نفسنا فقدنا المريضه اثناء داخل غرفه العمليه. The best and the most achieved is a serious message that was passed across, and thank you very much for those speeches. البداية يشرفنا وجودنا هنا لتمثيل موسوعة لتمثيل جينيس الأرقام القياسية العالمية. احنا هنا النهارده لتسليم شهادة الرقم القياسي الخاص به أكبر عدد من الأورام اللي فيها مستخرجة في عملية جراحية واحدة من جسد واحد وهي قياس الأورام. مش الخطير فقط كده، ولكن هو كان عشان عدد غير مسبوق، ما كناش منتظرين ان يطلع عدد غير مسبوق او لا، وده كان لا يعنينا ولا كان في ذهننا ولا كنا بنفكر فيه. هو داخلين مش في الطب ما فيهوش سباق، والا يبقى رساله الطب بقت رساله بعيده البعد تماما عن الحقيقه بتاعتها وهي صحه المراه. احنا لما اخرجنا العدد الاورام اللي فيها لقيناه غير مسبوق كحقيقه علميه، ولما كمان غير مسبوق في جينيس ريكورد المعنيه بالارقام اللي بتزود الوعي للناس المحبه لجينيس ريكورد عشان تعرف ان في داخل جسد المراه مشاكل كتيره جدا نلقى بيها الضوء. ومن النهارده بنبدا نعمل حمله توعيه ان شاء الله هنعلن عنها مع الاكاديميه الاوروبيه ومع جينيس ريكورد العالميه، على اساس ان احنا نزود الوعي للمراه المصريه بالاورام الليفيه ومشاكل كمان زي بطانه الرحم المعوجه.